خبر جديد لازم تعرفه، بيقول لك ان الشرائح الالكترونيه هتكون متوفره في مصر في خلال شهرين بس هو ايه يعني اصلا الشرائح الالكترونيه؟ تعال اقول لك. عاده لما بتروح تشتري شريحه جديده او رقم جديد بتروح المكان بتاع الشركه الفلانيه وبتدفع فلوس وبتاخد الشريحه وتحطها في الموبايل وبتبدا تتصل او تستقبل المكالمات. احب اقول لك ان الشريحه الالكترونيه كل حاجه الا الحاجات اللي انا قلتها دي. انت بقى عشان تشتري الشريحه الالكترونيه دي مش محتاج تروح في اي مكان، انت بتطلبها اونلاين وبرضه بتستلمها اونلاين، وبعدين بيدي لك بيانات بتسجلها على الموبايل بتاعك، وبكده الشريحه بتتفعل وبتشتغل بمنتهى السهوله. يعني هي شريحه بس ملهاش وجود ملموس. المهم في كل ده ان مش كل الموبايلات بتدعم الشريحه الالكترونيه، يعني هتلاقي في موبايلات ما بتدعمهاش، اللي هو الموبايل ابو خطين اللي موجود فعليا معاك دلوقتي ده ما بيدعمش الشريحه الالكترونيه. الموبايلات اللي بتدعمها هي الموبايلات ام شريحه واحده، اللي هي بيقول لك دي شريحه واحده فعليه والثانيه الكترونيه، هي دي، واللي غالبا بتبقى جايه من بره او بتبقى جايه من امريكا مثلا، زي الايفون ابو شريحه واحده او الموبايل اللي انا بصور لك منه دلوقتي اللي جاي بشريحه واحده والشريحه الثانيه الكترونيه. طبعا الموبايلات دي هتبقى موجوده في مصر بعد كده بشكل عادي جدا، فانت مش محتاج تقلق. وعلى ما الشبكات دي تتوفر اكيد في اكتر من شركه هتطرح نوعيه الموبايلات دي في مصر. لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر واخبار اكتر بكتير ضيفني عندك وتابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول.